فالانتيتي فريم ورك دي هي اللي بتربط بقى بالداتابيز او السيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر ده البرنامج اللي بيتخزن فيه كل حاجه، ده اللي بيتعمل فيه الداتابيز بتاعتك، وبتقدر انك تتحكم فيها، وممكن كمان انك تعمل فيها الاستعلامات بتاعتك، او ممكن انك تعملها من خلال اللينك يو في الاي بي اي فريم ورك. فانت كده عندك طريقتين تعمل بيهم الاستعلامات بتاعتك، وممكن انك تعمل بيهم الداتابيز بتاعتك، اما تعمل كود فيرست او سيكوال فيرست او داتابيز فيرست. انت عندك الطريقتين دولت، لا اما تعمل الداتابيز من خلال برنامج السيكوال سيرفر في الداتابيز، لا اما تعمله من خلال الكود بتاعك في الاي بي اي. فالطريقتين زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم، بس كل واحد بيرتاح في طريقه منهم. في بيحب يكتب الكود بتاعه جوه الكود عادي زي ما هو شغال، مش هيروح لسه يفتح برنامج تاني ويكتب كود بطريقه مختلفه. وفي واحد تاني بيحس لا ان السيكوال الاستعلامات بتاعته سهله، واقدر ان اعمل الداتابيز بسهوله اكبر من كل الحوارات اللي بتعمل في الكود. فاللينك يو بيكون اصعب شويه، بس فيه تحكم اكتر من السيكوال. بعد كده عندك الاي بي اي فريم ورك. الاي بي اي فريم ورك بتلم كل الحاجات دي، انت بقى بتجمع كل الحاجات اللي انت اتعلمتها سي شارب اللي هي لغه البرمجه الاساسيه اللي تشتغل بيها جوه الاي بي اي، و الاو بي طبعا اللي بتنظم بيها الكود بتاعك، وكمان الانتيتي فريم ورك، وكمان اللينك يو. كل الحاجات دي بيتجمعوا في مكان واحد مع تنظيم معين.